بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل فطير مشلتت النهارده. كوباية مية، اللي هو بتاع الأفران، اللي هو الصغير بتاع الأفران، شوية ملح، شوية سكر، معانا نص كيلو دقيق، ومعانا كرة زبدة كده ناخد منها اللي احنا عايزينه. ندوب الملح والسكر في قلب المية كويس قوي، ما تبقاش فيها كلاكيع، لا متدوبة كويس. وننزل بالدقيق، نعجن في الدقيق لحد ما العجينة تلم معايا خالص. لمت العجينة نبتدي نعجن فيها على الرخامة عادي، نعجنها كمان فترة. كل ما العجينة تتعجن كويس كل ما الفطير يطلع معاك لذيذ وتعرف تفرد منه كويس. بنفرد العجينة اهي بالسهولة كله. فردنا العجينة كلها كاملة، مش هنقطعها دلوقتي. نبتدي نحط الزبدة بتاعتنا، نفرد الزبدة على الفطيرة، نبدأ بقى نعمل رول ونشد. كل ما نعمل رول نشد العجينة معانا، كل لفة بشدة، كل لفة بشدة، عشان عملية التوريق، عشان الفطيرة بتاعتنا تطلع مورقة. خلاص كده لفينا العجينة كلها معانا. نبدأ اللحامات دي نبدأ نقفلها كويس قوي عشان مفيش حاجة تفك من هنا. نريح العجينة شوية على صينية مدهونة كده بالزيت. ريحت، نبدأ بقى نجيبها معانا، نفكها ونفردها، نقطعها على 6 7 فطاير. دي فطيرة، ودي التانية، ودي التالتة، ورابعة. هكذا 7 فطاير معانا أو 7 فطاير معانا. نبدأ بقى نقفل الكورة كده كويس. هنجيب شوية زيت نجيب من الرخامة، ونفرد حتة حتة، نفردها مستطيلة، نفردهم كلهم مستطيل، ونبدأ نكور فيهم بعد كده. نبدأ نقفل ونكور زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. الطريقة السهلة اللذيذة دي. نطلع ندهنهم 7 كرات، هندهنهم بالزيت ونسيبهم يريحوا خالص. نبدأ بقى نفرد الفطيرة ذات نفسها على الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده، فطير الفران اللي هو المورق جامد على صاج. ادي الشكل بعد ما الفرن هش جامد جدا لذيذ، اللهم صل على النبي. وخدنا 2 كده عملناهم شكل البيتزا من فوق زي البيتزا الشرقي. شوفوا مورقة ازاي، شوفوا مورقة ازاي، شايف الشكل، شايف الطعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.